لو فاكر إنك أذكى من جحا، استنى تسمع الحكاية دي. بص يا سيدي، جحا راح لجاره وقاله: عايز أستعير منك الإناء الكبير. الجار قاله: خذه على بركة الله. تاني يوم جحا رجع الإناء، ومعه جواه إناء صغير. لجاري تفاجأ: إيه ده يا جحا؟ أنا ما أعطيتكش ده. جحا بكل ثقة: لا، ده الإناء الكبير خلف وجبت لك ابنه. الجار طار من الفرح، خذ الإناءين ومشي. بعد كام يوم جحا طلب الإناء الكبير تاني، والجار أدى له وهو بيبتسم. بعد فترة الجار راح يطالب بالإناء. جحا فتح الباب وقال له: البقاء لله، إناءك كان حامل، بس مات أثناء الولادة. الجار تنرفز: إزاي يموت؟ هو الإناء بيولد أصلا؟ جحا ضحك وقال له: لو صدقت إنه بيولد، لازم تصدق إنه ممكن يموت. العبرة: الطمع يخليك تصدق أي حاجة حتى لو كانت مستحيلة. قل لي في الكومنت، شايف إن جحا كان ظالم ولا كان بيعلم الجار درس؟ لو ضحكت دوس لايك واشترك عشان دايما يوصلك كل جديد من حكايات جحا.